السبحة من الحاجات اللي فيها بشرة خير كبيرة، لإن إحنا طبعًا بنذكر ربنا عليها وبنسبّح. فديّة معناها إن اللي بيشوف السبحة في المنام ده رزق وفير ليه وخير جاي له وأخبار حلوة جدًا هيسمعها. سواء زي ما قُلت لكم بقى، سواء للبنت أو للزوجة أو للرجل أو لطالب العلم. لإن السبحة برضك ليها دلايل كتير وليها تفسيرات كتير، وإن شاء الله هاحاول على قد ما أقدر أفسّر كل حاجة منهم. يعني مثلًا نعمل حلقة بإذن الله عن السبحة وعن المصحف وعن الصلاة، كل حاجة على حدة لوحدها. بس أنا باحاول أجمّع على قد ما أقدر الحاجات اللي هي فيها مبشرات بالخير، ولو حد شافها في المنام وقايم مبسوط طبعًا، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فدي بشرة خير يعني من غير ما يسأل. حتى إحنا في أحلام بنبقى قايمين متطمنين منها، ما بنبقاش قايمين قلقانين. وأهمها زي ما باقول لكم ذكر الله، ذكر الله في المنام تفريج هموم من حيث لا ندري، وقضاء حوائج ودعوات مستجابة. ويا رب دايما كده أبشركم بالخير، ويجعل كده كلامي بسيط عليكم، وما تنسونيش في اللايك والشير.